النهاردة هنتكلم عن واحد من أشهر فراعنة مصر، مش علشان عمل حروب أو بنى معابد، لكن علشان سر موته والكنز اللي اتدفن معاه واللعنة اللي كل العالم اتكلم عنها. توت عنخ آمون، الفرعون اللي مات بدري وساب وراه حكايات ما خلصتش. فرعون صغير مسك الحكم وهو عنده 9 سنين بس، في وقت كانت فيه مصر لسه خارجة من فترة صعبة قوي، فترة دينيا كانت مختلفة تماما عن أي فترة قبلها بسبب أبوه أو أخوه غير الشقيق أخناتون اللي حاول يغير ديانة مصر كلها. تخيلوا كده طفل صغير بيتملك أكبر إمبراطورية في الوقت ده في العالم. إيه اللي ممكن يحصل؟ ده اللي هنتعرف عليه النهاردة. زي ما قلنا، توت عنخ آمون ما كانش فرعون عادي. اتولد في عيلة بتحكم مصر من مئات السنين، بس في نص صراعات على السلطة وحروب وخلافات دينية كبيرة. تخيلوا كده طفل صغير بيتربي في قصر ضخم، حواليه خدم وحراس، بس في نفس الوقت في مكائد ومؤامرات بتحصل حواليه طول الوقت. ده كان وضع توت عنخ آمون اللي اتولد في عصر ملئ بالتغيرات الكبيرة. أبوه أو أخوه غير الشقيق أخناتون كان حاول يقلب مفاهيم الدين في مصر رأساً على عقب. ألغى عبادة الآلهة التقليدية وفرض عبادة إله واحد هو آتون. ده عمل بلبلة كبيرة في البلد وخلى الكهنة والشعب غضبانين جداً. وفي نص الفوضى دي كلها مسك توت عنخ آمون الحكم وهو لسه طفل. تقدروا تتخيلوا الضغط اللي كان عليه؟ طفل صغير بيتوجه مسؤولية إمبراطورية مهولة زي مصر في عصر من أصعب عصورها. بس رغم كل ده قدر توت عنخ آمون يفرض نفسه كملك. وأول قرار اتخذه كان قرار تاريخي ومهم للغاية، قرار أثر على مستقبل مصر كلها. قرار رجع بيه الاستقرار للبلد وخلى الشعب يحبه ويتعلق بيه. تخيلوا معايا المنظر، طفل صغير لابس تاج ملوك مصر واقف أمام شعب غضبان وخايف بيعلن قرار هيغير مجرى التاريخ. ده بالظبط اللي عمله توت عنخ آمون. أول قرار ليه كان إنه يرجع الديانة القديمة لمصر. رجع عبادة آمون وباقي الآلهة، ورجع لكهنة معابدهم وأراضيهم وامتيازاتهم. البلد كلها تنفست الصعداء. الشعب اللي كان غضبان من قرارات أخناتون فرح جدا برجوع آلهته ومعتقداته القديمة، والكهنة اللي كانوا فاقدين نفوذهم وسلطتهم رجع لهم كل شيء بل وأكثر. وكلهم كانوا شايفين في توت عنخ آمون المنقذ اللي أنقذ مصر من الفوضى الدينية اللي كانت عايشة فيها. وعلشان يأكد على رجوع الديانة القديمة غير توت عنخ آمون اسمه من توت عنخ آتون إلى توت عنخ آمون، يعني الصورة الحية للإله آمون، ونقل المدينة العاصمة من أخيتاتون اللي بناها أبوه إلى طيبة مركز عبادة آمون. وبفضل ده كله قدر توت عنخ آمون في سنين حكمه القليلة إنه يوحد البلد من جديد ويرجع لها استقرارها اللي كانت فقدته. بس للأسف حكمه ده ما طولش. تخيلوا معايا اللغز ده، ملك شاب في قمة سلطته ونفوذه بيحكم أكبر إمبراطورية في العالم، فجأة بيموت ومحدش عارف ليه أو إزاي. ده بالظبط اللي حصل مع توت عنخ آمون. الفرعون اللي قدر يوحد مصر ويرجع لها استقرارها مات فجأة وهو لسه عنده 18 أو 19 سنة بس. مفيش أي أدلة واضحة عن سبب موته. مفيش سجلات تاريخية بتتكلم عن حروب أو معارك خاضها في الوقت ده، ومفيش أي إشارة لإصابته بمرض خطير. يعني مات فجأة ومن غير مقدمات. وده اللي خلى موت توت عنخ آمون لغز محير بيحاول العلماء والمؤرخين حله لحد دلوقتي. في نظريات بتقول إنه مات مقتول في مؤامرة من أحد أقاربه اللي كانوا طامعين في العرش، وفي نظريات تانية بتقول إنه مات إثر حادث زي حادثة صيد مثلا، وفي علماء اعتقدوا إنه مات بسبب مرض نادر أو خطير ما كانش معروف في الوقت ده. ورغم كل الدراسات والأبحاث اللي اتعملت على مومياء توت عنخ آمون، لسه سبب موته لغز من ألغاز التاريخ اللي مثير للجدل. تخيلوا معايا اكتشاف مذهل بيحصل في العالم كله.
بيتكلم عنه مقبرة فرعونية كاملة متلمستش من آلاف السنين، مليانة ذهب وكنوز وأسرار منسية. ده اللي حصل سنة 1922 لما المستكشف البريطاني الشهير هاوارد كارتر اكتشف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك في الأقصر. المقبرة كانت كاملة ومتلمستش من لصوص القبور، وده شيء نادر جدا في تاريخ اكتشافات المقابر الفرعونية. كانت مليانة بكنوز وتحف ومقتنيات ثمينة بتعكس مدى ثراء وعظمة الحضارة المصرية القديمة. من أشهرها طبعاً القناع الذهبي الشهير اللي كان مغطي وجه المومياء، والتابوت الذهبي اللي بيحتوي على 3 توابع متداخلة، وعربات ملكية ذهبية وأسلحة ومجوهرات وغيرها من الكنوز اللي لا تقدر بثمن. بس الغريب إنه بعد اكتشاف المقبرة بفترة قصيرة بدأت تحصل حاجات غريبة للناس اللي شاركوا في الاكتشاف أو دخلوا المقبرة. بعضهم مات في ظروف غامضة ومفاجئة، وبعضهم أصيب بأمراض خطيرة، وبعضهم تعرض لحوادث غريبة، وده خلى الناس تتخيل إن في لعنة بتطاردهم. الصحافة في الوقت ده لعبت دور كبير في تضخيم الموضوع وإطلاق إشاعة لعنة الفراعنة على اللي بيحصل. ومع تكرار حالات الوفاة والحوادث الغريبة بدأ الناس تصدق فعلا إن في لعنة بتصيب كل من يتجرأ ويقترب من مقبرة توت عنخ آمون. طبعا مع التقدم العلمي اتضح إن فيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة، وإن كل حالات الوفاة اللي حصلت لها تفسيرات علمية منطقية. بس رغم كده لسه قصة اللعنة متداولة لحد دلوقتي وبقت جزء من أسطورة توت عنخ آمون. تخيلوا معايا منظر مبهر، مجموعة مهولة من الذهب والأحجار الكريمة مرصوصة باتقان لا مثيل له، بتنمع وبتبرق وبتحكي قصص من آلاف السنين. ده مش وصف خيالي، ده وصف بسيط لكنز توت عنخ آمون اللي تواجد في مقبرته. الكنز ده ما كانش مجرد مجموعة من المقتنيات الثمينة، ده كان شاهد على عظمة الفن والإبداع في مصر القديمة. كان فيه أكثر من 5000 قطعة أثرية، منها توابيت ذهبية وقناع ذهبي، مطعم بالأحجار الكريمة، وعربات ملكية مزخرفة باتقان مذهل، وتوابيت لأحشاء الملك مصنوعة من الذهب الخالص، ومجوهرات وأقنعة جنائزية وأثاث وأسلحة وألعاب وغيرها من المقتنيات اللي بتعكس مدى رقي الحضارة المصرية القديمة. والجميل إن الكنز ده معروض دلوقتي في المتحف المصري في القاهرة والمتحف المصري الكبير في الجيزة، وبيستقطب ملايين الزوار من كل أنحاء العالم اللي بييجوا علشان يشوفوا بأنفسهم عظمة وجمال كنوز الفراعنة. ورغم إن توت عنخ آمون مات صغير وما حكمش غير كام سنة، إلا إن اسمه بقى من أشهر أسماء ملوك الفراعنة في التاريخ، وده بفضل اكتشاف مقبرته والكنز اللي تواجد فيها، واللي خلى العالم كله يتكلم عنه وعن عظمة الحضارة المصرية القديمة. رغم إنه ما حكمش كتير، توت عنخ آمون بقى واحد من أشهر ملوك التاريخ، مش بسبب اللي عمله، لكن بسبب اللي سابه وراه. فرعون صغير بس عمل دوشة في العالم كله. من يوم اكتشاف مقبرته سنة 1922 واسم توت عنخ آمون بقى معروف في كل مكان في العالم. قصة حياته وموته الغامض والكنوز اللي اتدفنت معاه واللعنة اللي اتكلم عنها الناس، كل ده خلاه أشهر من ملوك كتير حكموا مصر وحققوا انتصارات كبيرة. توت عنخ آمون هو البرهان على إن التاريخ بيحتفظ بأسراره كويس قوي، وإن ممكن في لحظة واحدة تتكشف حقائق ومعلومات تغير نظرتنا للعالم وللماضي. وده اللي بيخلي دراسة التاريخ والآثار شيء ممتع ومثير للغاية.